صيد السمون بالليل، شو هي الاشياء الاساسية؟ ان الضوء يكون اصفر. خذني براس الشجرة، يعني في 100,000 طريقة. صيد السمون بالليل، شو هي الاشياء الاساسية اللي نحن بنحتاجها؟ بلجكتير الكهرباء، جهاز صوت الطيور، الكاشف والشجرة. وفي ناس بتصيد من دون شجرة، انا اكتر الاوقات بصيد من دون شجرة. بنجي على الشجرة، هلأ يفضل شجرة الحور تكون عالية، يعني الشجرة شو ما كانت يفضل انه تكون الشجرة عالية. بس ليش شجرة الحور؟ لانه الورق اللي فيها والاغصان اللي فيها كيف ما بتجي السمنة وبتحط انت بتشوفها. بنجي على جهاز صوت الطيور. هلا بالنسبة لي انا بحط 3 اجهزة لانه الموجودين عندي. هلا في ناس ما عندها الامكانية، يعني بيكون عنده جهاز واحد. شو بدنا نعمل بهاي الحالة؟ بندمج صوتين مع بعضهم. ليش؟ لانه نحن هدفنا انه الصوت ما يسكت، يعني اكتر الاصوات بتلاقي فيها سكتة قليلة، يعني ثانية. نحن ليش بندمج صوتين مع بعضهم؟ صوت 100% وصوت 30% او اقل شوي. هدفنا انه الصوت ما يسكت. ليش؟ لانه السمنة اذا اجت عم تلف بدها تغط على الشجرة او على الارض وسكت الصوت نتفة صغيرة رح ترجع تفل. بندمج صوتين جيدين مع بعضهم، واحد 100% وواحد 30% او اقل شوي. هيك ما في سكتة، يعني كيف ما مبرمت السمنة بضل الصوت مسموع. اذا اول صوت سكت التاني رح يكون شغال لو كان خفيف. هلا بالنسبة الي انا بحط 3 اجهزة. كيف؟ بلجكتير الكهرباء على الارض والشجرة، وحاطط 3 اجهزة بشكل مثلث. واحد الصوت تبعه 100%، يعني انا بشوف مستوى الصوت للجهاز الاساسي اللي انا حاطه قد ايه بده يكون، يعني انا بسمع اذا في هوا حسب الوضع اللي بكون فيه انا بالحقله. الجهاز الثاني بخليه 30% مستوى الصوت عم محكي. الجهاز الثالث انا بحط سكي بس، يعني انا بفضل جهاز اللوج فوجن الصيني. ليش؟ لانه جهاز صوته ناعم كتير، بيلبق كتير للسكي. بشكل بحط الاجهزة داير من دار الشجرة بشكل مثلث مثل ما حكينا. صوت 100%، يعني الصوت العالي. الجهاز الثاني صوته 30% او اقل شوي. وصوت السكي، صوت السكي بخليه مثلا 10% 11% صوت السكي. هيك كيف ما اجت السمنة وبرمت رح يكون في صوت مسموع، وبنفس الوقت ما في شي سكت. اذا سكت اول جهاز تاني رح يكون شغال. اذا سكتوا 2 مع بعضهم صوت السكي شغال. يعني كيف ما بتبرم السمنة بتلاقي صوت مسموع. هيك رح تقرب، اذا ما بدها تغط رح تقرب مسافة واقدر اني انا اوسها. بنجي على لون الضوء. البلجكتير يفضل اللون الاصفر، لون الضوء يكون اصفر، خصوصا اذا في ضباب. هلا اللي مشتري عدي والاضوية لون ابيض، في غير يعني الضوء من جوا، او في يفيم البلجكتير يفيموا لون اصفر رح يعطي لون اصفر. هيك بيكون الوضع 100%. بنجي على مثلا في ناس بتحط بلجكتير طلوع، يعني انا هلا حاطط بلجكتير واحد بس. هيك مثل ما انتم شايفين هلا انا حاطط بلجكتير واحد، حاطه على ظهر السيارة، يعني موجه 60% طلوع و40% صوب الارض. شو الهدف؟ انه انا ضوي قدامي مثلا صوب الارض مثل ما هلا شايفين انتو، كرمال انه اذا اجت السمنة وغطيت اني اقدر شوفها. هذا الهدف. هلا بنيجي على موضوع البلجكتير الثاني، يعني انا اكتر الاوقات بصيد بهي الطريقة. بلجكتير تاني بنحطه من وجهه صوب السما 100%، عمودي صوب السما موجه، غير البلجكتير اللي نحن حاطينه على ظهر السيارة او على شي تاني بيكون البلجكتير موجه صوب السما. اذا في شجرة كيف بنضوي الشجرة؟ الافضل نضوي ربع الشجرة او اكتر من ربعها شوي او نص الشجرة. ليش؟ لانه السمنة اذا عشت من بعيد
لقيت الشجرة مضواي 100% وما في شي غاطت عليها، ما في سم غاطت عليها، ما رح تتشجع وتغط. نحن بهاي الطريقة لما منضوي ربع الشجرة او نص الشجرة هيك عم نغشها، رح تجي رأسا وتغط. منجي على موضوع الكاشف. موضوع الكاشف، كل ما كان الكاشف قوي كل ما كان افضل، كل ما بيزيت لبعيد كل ما افضل. ليش؟ لانه انت لما بتيجي السمنة بس تشوفها رح دغري تفقع الكاشف عبوزة دغري عبوزة. ليش؟ انه مشان نفونسها، يعني قدامها نتفة صغيرة عبوزة. احيانا بتبرم السمنة وبدها تفل، انت لما الكاشف اللي معك قوي رح تفونسها، رح تلف وتصير ترجع. اذا ما غطيت رح توصل لمسافة يعني يكون مقوس وتقوسها بهاي الطريقة. بنيجي على موضوع الصوت. مثلا اذا انت قاعد بالحقل اللي حواليك عم يقوسوا انت ما عم تقوس، معناته في شي غلط عندك، بدك تغير الصوت. نحن حكينا بالفيديوهات السابقة انه يعني ان كان بعصفور التين او بالفري او بالبط او باي شيء بكل الطيور، اذا اللي حواليك في خرج واللي حواليك عم يقوسوا انت ما عم تقوس، معناته في شيء غلط عندك، بدك تغير بالصوت بالاضاءة. عم نحكي على السمون بالاضاءة. مثلا الاضاءة مثلا بعلي البلجكتير شوي، بوطي البلجكتير شوي، بغير شيء بالاضاءة، بصبر ربع ساعة بغير الصوت. اذا اللي قريب عليك حاطط مثلا صوت، ما ضروري انت تحط نفس الصوت، اكيد رح يكون معك اكتر من صوت جيد مثلا لصيد الليل. اذا اللي قريب عليك مثلا حاطط صوت جيد وانت مع مشغل الصوت، بتغير الصوت بتحط صوت مختلف عنه. اذا مثلا ربع ساعة ما اجا سمون، عم نحكي اذا في خرج سمون في حركة والناس عم تقوس وانت ما عم تقوس، منغير الصوت بنصبر ربع ساعة، ما اجا شي بنرجع منغير، بيكون في شي عنا غلط. هلأ في 100,000 طريقة لصيد السمون. يعني في ناس مثلا بتحط ضوء بقلب القنينة براس الشجرة، يعني في 100,000 طريقة. هلأ نحن منجرب، انت الطريقة اللي بتلاقيها نجحت معك يمكن انت تخترع طريقة افضل من كل الطرق اللي انا عم احكي عنها، بس الواحد بيجرب يعني الطريقة اللي بتنجح معك هي. اذا مثلا تاني مرة يعني بتبقى حافظ هاي الطريقة، انه مرة صيدت بهاي الطريقة ونجحت معي. هلا بتختلف طبيعة الارض، اللي عم يصيد مثلا على العالي بتجرد شجر وهيك، غير اللي عم يصيد بالسهل محل ما في شجر. يعني طبيعة الارض بتختلف، يعني كله مثلا بدك انه تغير كل ارض مثلا جبل غير السهل. والواحد مثل ما قلنا بيجرب الاضاءة تبعه، الصوت تبعه، كل شيء. مثلا ما عم يمشي الحال معه بيغير. نجي مثلا جهاز صوت الطيور دائما لازم يكون موجه صوب السماء، يعني طلوع، لا هيك ولا هيك. واذا حطينا مثلا كذا جهاز بنخليهم بعاد عن بعضهم، يعني 10 امتار، من ال10 امتار لل 15 متر. بنيجي على موضوع انه في ناس بتصيد حد البيت. شو هي الطريقة الصحيحة؟ مثلا انت عندك شجرة، مثلا شجرة حلوة حد البيت، في ناس كتير بتسألني عن هذا الموضوع. ما في مشكلة مثل ما عم نحكي انه منحط جهاز الصوت الطيور، منحط البلجكتير، بس وين اذا في اضوية كتير السمنة رح تضيع وما رح تجي. مثلا اذا انت عم تصيد حد البيت، جيرانك مضويين، جيرانك التانيين اللي من هون كمان مضويين، يعني في اضوية كتير، هذا الشيء بخلي السمن ما يجي، لانه بيشوف اضوية كتير. غير لما تكون بالحقلة مثلا بالسهل او بالجبل ما في الا هالضوء والصوت طالع من هون بتجي السمنة. بس لما بيكون في مثلا اضوية كتير بصير قليل السمن رح يجي. مثلا انت اذا بتمون على جيرانك، عندك شجرة حلوة وبيتصيد عليها، فيك مثلا بتمون على جيرانك انه يطفوا الاضوية اللي برا اللي عندهم حوالي منك. هاي الطريقة 100%. بنيجي على موضوع تاني، انه السمون
نحن ما منقوي سمون الا لما منصير ما نقدر نقعد بالحقلة من دون نار، يعني الطقس بيسقع، يعني ما بحياتها صارت انه دخل خرج السمن مزبوط الا بايام السقعة المزبوطة. يعني ما ممكن ولا مرة قوسنا سمن مزبوط يعني 100% خرج وهيك الا بايام السقعة المزبوطة. هلا نحن حكينا بالفيديو السابق انه خرج السمن ببلش من 25 تشرين تاني، من 25 تشرين اول ل 15 تشرين تاني. بس انه اذا ما في سقعة يعني هذا الشيء ما بيعلم فيه الا الله. نحن عم نحكي على السنين الماضية وعلى التجارب، ومنراقب ومنشوف ومنحفظ هذا الشيء انه امتى قوسنا امتى هيك. بس في اشياء ما بيعلم فيها الا الله، مثلا الطير ما بيعلم فيه الا الله. ليش؟ لانه يعني احيانا في سنة بتقوس بتشرين اول مثلا كتير، بتيجي السنة اللي بعدها تشرين اول ما بتقوس ولا سمنة. هذا الشيء ما بيعلم فيه الا الله. ومثل ما حكينا مثلا الواحد اذا قاعد وين ما كان قاعد ما عم يجي سمون في خرج وما عم يجي، معناته في شيء غلط